اللهم وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. أهلا وسهلا فيكم أحبابنا المتابعين، إن شاء الله تكونوا جميعا بأفضل حال. بنبدأ معكم بسم الله وبنصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. بناء على طلب طالب مغترب صعب انه يتوفر عنده الجميد في المنطقة اللي هو ساكن فيها او في البلد اللي هو ساكن فيها، حبيت انه اعمل هذا الفيديو حتى اعمل المنسف على اللبن الرايب مش على الجميد. طبعا هذا الطالب هو ابن اختي، الله يحفظه ويحميه، عبد الله الطراوني، بدرس طيران في كندا، فادعوا له الله سبحانه وتعالى يوفقه ويحميه ويحفظه وييسر له اموره هو وكل طلابنا المغتربين وبناتنا المغتربات. الله يحفظ عليهم غربتهم يا رب يا كريم، ويسر لهم دائما سبل الخير وين ما كانوا. نبدأ بأول شيء، زي ما انتم شفتوا نزلت يدوب معلقة سمنة وقطعت عليها بصل وبس، يدوب يعني حركته لدقيقة. بعدين بدأت أنزل عليه قطع الدجاج اللي أنا مغسليتهم منظفيتهم بالتدريج قطعة قطعة. بدي أضل أحركهم عبين ما أول شيء إيش يتغير لونه، بتلاحظوا بصير يتغير لونه للون فاتح. بعدين كمان بدي أصبر عليه لحد ما المي هاي اللي بتنزل منه اللي انتو شايفينها، هاي المي بدي أصبر عليها لحد ما تجف تماما. هاي الحركة بتاخذ يعني يدوب بس حركة 5 دقائق، ما بتطول. بحرك الدجاج حتى أطمن إنه تغير لونه من على الجهتين. هون لما نشفت المي أو جفت المي من عليه بكون غالية مي، وبنزل عليه مي بحيث إنه بس أغطي كمية الدجاج. في عندي ملاحظة بالنسبة لتقطيع الدجاج، زي ما انتم شايفين أنا قطعته القطع الصغيرة، يعني الدجاج إلى 8 قطع حتى أختصر في مدة الطبخ. يعني أكيد هم طلاب مغتربين بدهم قد ما بيقدروا يختصروا على حالهم في مدة الطبخ. لاحظوا هون مجرد ما نزلت المي بلشت على السريع تطلع ايش زفرة الدجاج او الرغوة هاي اللي انتم شايفينها البنية، هاي هي زفرة الدجاج. اذا كان ضايل رغوة بيضة، الرغوة البيضة هاي مش مشكلة ما فيها زفرة، بس اهم اشي الرغوة البنية نطلعها من على الوجه. بسحب الرغوة البنية كاملة بعد ما تأكدت انه ما ضل شيء من الزفرة اللي ما بدي اياها. انا بنزل عليها المطيبات. في عندي هون نص معلقة معلقة طعام من الهيل المطحون، وبنزل عليه كمان كيس من مرقة الدجاج. هاي المطيبات اللي أنا بستعملها مع المنسف. منسفنا إحنا الكركي اللي في يعني في الكرك إجمالا، يعني ما بنحب نكثر عليه مطيبات، وفي حتى ناس ما بستعمل معاه ولا إشي، هيك بخليه بس بطعم الدجاج واللبن. بدي استنى الآن على الدجاج، بما انه مقطع قطع صغيرة زي هيك بده ياخذ معي مدة ساعة إلا ثلث. فأنا أول ثلث ساعة اللي هي 20 دقيقة راح أخليه يسلق لحاله على بين ما أجهز اللبن الرايب. بعد النص ساعة عفوا الثلث ساعة الباقية راح أغليه مع اللبن الرايب. هون بس أضفت له إيش، بس يدوب يعني ثلث المعلقة من الكركم أو العصفر حتى يعطيه لون أصفر جميل. الآن بحركه تحريكة سريعة، وبدي أغطيه زي ما قلت لكم ثلث ساعة، بيكون استوى نص استواء وبكمل استواءه مع اللبن. تمام. بننتقل الآن للمرحلة اللي بعديها اللي هي مرحلة تجهيز اللبن. اللبن الرايب هون في عندي تقريبا نص كيلو من اللبن الرايب، بنزل عليه 3 ملاعق طعام من النشا. تمام. طبعا كل هذا أنا بجهز الخطوة هاي بدون ما أشغل الغاز، بدي أشتغله على البارد. بلزم الآن كمان إني أنزل عليه سائل. أنا شخصيا بفضل إنه ننزل عليه اللبن الشنينة، وحبذا لو كانت كمان شنينة الغنم. اللي ما بيعرف شو هي الشنينة، اللي هو اللبن السائل اللي بكون بعد مرحلة عملية خض اللبن الرايب أو لبن العيران إذا أنتم بتعرفوه باسم لبن العيران.
تمام. الآن بنزل عليه أنا اللبن الشنينة على مراحل، يعني شوي شوي وأنا بحرك في الرايب والنشا بنزل عليه لبن الشنينة شوي شوي. ممكن كطلاب مغتربين ما يكون عندهم لبن شنينة، بيقدروا إنهم يستعملوا المي بدل اللبن الشنينة، لكن في الحالة هاي بدهم يحطوا بدل نص كيلو لبن رايب بدهم يحطوا كيلو من اللبن الرايب، ويحطوا كمان كسائل مشان يحركوا فيه اللبن الرايب 3 أكواب من المي. تمام. المهم الآن أنا حركتهم وشغلت تحتيهم الغاز، وبدي تظل إيدي مع اللبن بحرك فيه حتى إيش؟ حتى أضمن إنه اللبن يظل متماسك وما يعني يفرط. إحنا بنحكي عنه كيف يعني يفرط؟ يصير قطع صغيرة اللي هي مادة الدسم تنفصل عن السائل اللي في اللبن، فأنا بدي أظل أحرك فيه حتى يظل متماسك. هاي العملية بدها تقريبا 10 دقائق على بين ما يعني اللبن الرايب يسخن، بحيث انه انا اقدر انزل عليه من مية السلق اللي سلقت فيها الدجاج. فبدي احرك عليه واطول بالي عليه شوية لمدة 10 دقائق. بعدين صرت أنزل عليه في مية السلق زي ما انتم شايفين، وبحرك بنزل عليه في مية السلق وبحرك لحد ما أخلص كمية مية السلق كاملة. يعني يمكن أخلي إشي بسيط في الطنجرة، لأني فيما بعد يعني بعد ما أحركه كامل مع اللبن راح أرجعه على الدجاج. هون حركته كامل، رجعت نزلت كمية اللبن ومية السلق كلها بعد ما حركتهم مع بعض، نزلتهم على الدجاج، وبدي أتركهم يغلوا مع الدجاج 3 ساعة حتى يستوي الدجاج، حتى اللبن يأخذ طعم الدجاج ويتماسكوا مع بعض، ويصير عنا قوام الشراب اللي صراحة يعني قوامه ممتاز وطعمه كمان ممتاز. يعني اللبن ماخذ طعم الدجاج، والدجاج كمان بكون تشرب طعم اللبن. هون حضرت الرز زي ما انتم شايفين. أول إشي حطيت مقدار من الزيت، وبعدين نزلت عليه الرز وبدأت أحرك فيه، ونزلت عليه معلقة طعام من الملح ورشة من الكركم أو العصفر. بالنسبة لكمية الرز كل إنسان حسب حاجته، يعني أنا ما شاء الله احتياج أسرتي 5 أكواب من الرز، عشان هيك يعني شايفين الكمية ما شاء الله كبيرة. لكن بالنسبة لطالب مغترب يمكن كوب بكفي، يعني إذا كان لحاله. ف يعني بدنا نحسب إنه لكل شخص يعني كوب إلا ربع أو كوب كحد أقصى بكفيه. تمام. هون بعد ما حركت الرز وتأكدت إنه كل حبة رز تغلفت من الزيت، بنزل عليه المي المغلية. تقدر تعرف مقدار المناسب للمي المغلية مع الرز إنه تكون تغطي الرز تقريبا يعني 2 سنتي فوق الرز. تمام. أو لكل كوب من الرز كوب ونص أو كوب وربع حسب طبيعة الرز اللي بتستعمله، كوب وربع أو كوب ونص من المي المغلية. هون بعد ما غلى الرز زي ما انتم شايفين، يمكن لاحظتوا نقلته على عين أصغر من العين اللي في البداية غليته عليها، وتركته حتى إيش على نار هادية يستوي. وما شاء الله يعني بكون جاهز خلال 10 دقائق. بعد ال10 دقائق بكون لسه فيه رطوبة، ومع ذلك أنا بطفي تحتيه وبخليه يستوي على حرارة البخار. بيطلع هيك إيش منهنه تنهنه زي ما بيحكوا، والحبة بتنثر نثر. وفي الأثناء هاي بعد ال3 ساعة الثانية كان الشراب جاهز، وطفيت تحتيه، وهيك قدمنا المنسف اللي على اللبن الرايب. طعمه لذيذ جدا الصراحة، وبشهي وقوامه كمان ممتاز، لكن لا يغني صراحة عن لبن الجميد. احنا يمكن لأنه في الكرك متعودين على الجميد الكركي، فاحنا بنحكي هذا بديل عن الجميد. هذا الفيديو بتوقع كل طالب مغترب راح يستفيد منه إذا كان من محبين المنسف. وإن شاء الله يا عبد الله بكون إنه لبيت رغبتك، وريته صحتين وعافية إذا جربت المنسف بالطريقة هاي. هيك بنكون خلصنا فيديو اليوم، بنشوفكم إن شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.